السلام عليكم متتبعين قناتي، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كيف ديما تنقولوا قصة وضروري ما تكون فيها عبرة، وضروري ما نستفدوا منها شي حاجة. بالنسبة للبنات اللي تيحطوا القصص ديالهم وتيقولوا بانني كنختصر لهم القصص ديالهم، بصح راني كنختصر القصص لان بعض الخطرات القصه كناخذ منها غير المفيد، يعني ما كنحطهاش بديك التفاصيل كامله اللي كتكون عطاتها مولاتها، لان ما كنبغيش نطول الفيديوهات عليكم. اغلبيه الناس كاين تاني اللي كيتشكاو كيقول لي كطولي الفيديوهات ولا كتكثري من الهضره ولا زيد وزيد، وانا كنفضل انني ما يقولوش الناس اللي كيتصنتوا ليا ما يحسوش بانني ثقيله عليهم. يعني يعني من ساعتين ندخل في الموضوع ونقول لهم القصه شنو ما فيها، يعني شنو فيها وعلاش كتهضر، ونقلبوا على الحلول لموالين المشكل. واغلبيه القصص اللي كنحط راه كنبغي الاراء ديالكم، ونبغي انكم تعطيونا الحلول من عندكم، يعني كل واحد يعطينا شي حاجة اللي حس بها في هاد القصة، وينصح مولات القصة ولا مول القصة يعطيه نصيحة لله في سبيل الله، يقدر يستافد منها هوايا، ويستافد منها شي واحد اخر اللي سمعها ولا اللي قرا داك التعليق ديالو، راه حتى هو غيستافد من هذاك. لان راه بزاف ديال الناس كيعانيو من نفس المشكل، غير هو واحد كيطرحو هكايا باش الناس يعطوه الحل، واحد اخر مسكين كيكمدها في قلبه، كيسكت وكيخليها وكيبقى عايش مع هذاك المشكل. يا اما يضر في خاطره، يا اما يضر في صحته، يا اما تشتت به العائله، يا اما بزاف ديال الحوايج. المهم ضروري ما كيكون عنده واحد واحد ردة الفعل كتكون صعيبة. لهذا نعاونوا بعضياتنا. كيف قلت، الا حطيت القصة بحال هكايا، تحاولوا انكم تعاونوا معنا بالتعليق ديالكم وبالاراء ديالكم، واللي عنده شي اقتراح ولا شي حل ولا شي حاجة، علاش لا ما يبخلش. بالنسبة لهاد الاخت اللي انا غادي نقول لكم قصتها دابايا، قالت لك عندهم وخوهم هما تبارك الله هما 5 ديال الخوت، يعني 2 دراري و3 ديال البنات. قالت لك حنا عايشين واحد العيشه زوينه، خوتي هما صحابنا في الدار، ما بيناتناش ديك القضيه ديال خوك وهذا، واحد المحبه واحد المعزه بيناتنا، ديما ضاحكين ديما ناشطين ديما. المهم من صغرنا تربينا على ديك اللمه وعلى داك الحب. ملي كبرنا كملنا قرايتنا، كل واحد فينا فين خدام، الحمد لله قرينا وخدمنا. وخويا فاش خدم، خويا الكبير فاش خدم مشى شرا الدار. ملي شرا الدار حنا عطانا السوارت ديال دارو، عطانا السوارت ديال دارو كنمشيو ليها. وقت ما بغينا اي واحد فينا بغى يدخل الدار كيدخل ليها ما عندوش مشكل. ما عمرنا زعما واجهنا مع شي مشكل ولا شي حاجه، لان بعض الخطات كنمشيو في الويكاند نتغداو فيها. نقدر غير نمشي نهز الساروت ونمشي نضربها لها بتسيقه، نقدر يكون نيت هوايه في الدار ونمشي نهز الساروت ونمشي ندخل نجيب فيها شي حاجه ولا نحط فيها شي حاجه. المهم ما عمرنا ما كانت عندنا مشكله معاه، مع دارو ولا مع ساروت ولا مع شي حاجه. وكان كيجي للدار واخا عنده دارو كان كيجي عندنا لدارنا. هادشي كله كان مزيان وعايشين بخير وعلى خير. حتى لواحد الوقت خويا بغى يتزوج، ومن طبيعة الحال خويا بغى يتزوج، حنا ما علينا غير غادي نفرحوا ليه كيف اي عائلة غتفرح لولدهم غادي يتزوج. مشينا معاه خطبنا ليه البنت. وليت انا الصغيره في العائله كنهضر مع هذيك البنت العروسه ديالنا، ديما انا وياها في التليفون. كندير معاها الا كان خويا بغى يخرج معاها كتقولي جيب معاك فلانه، كنخرج معاهم. نمشي نتغدى معاهم، نمشي نخرج معاهم نتسارى معاهم. المهم ربطت معاها واحد العلاقه زوينه مع العروسه. كيف قلت لكم
ديما أنا والعروسة منسجمين، كنخرجوا مع بعضياتنا. المهم أنا درتها صاحبتي وهي دارتني صاحبتها، وكنحس بان حتى خويا فرحان وحس بالراحة ان اختو منسجمة ليه مع مرتو بخير وعلى خير. العروسة كتجي عنا للدار قبل العرس دوك اليامات ديال الخطبة، لان طولت الخطبة ديالهم شوية. كتجي عنا في العيود. المهم دات علينا ولفناها ولفاتنا. ملي وصلت وقت العرس عيطات ليا، قالت لي المهم اجي جلسي معايا، كوني معايا في الصالون، كوني معايا مع نقافة، المهم ما تفرقيش معايا. وحتى انا فرحانة ما عنديش مشكل. صاحبتي هذيك غادي نكون معاها فين ما حطت يديها غادي تلقاني، ما عنديش مشكل، لان اصلا راه مرت خويا هذيك. صافي حضرت معاها في العرس، انا مشيت مع الكوافور، انا مشيت مع الحمام، انا مشيت معاها ملي تقضى داكشي اللي كان خاصها. بحكم ان هي راه ما عندهاش اختها ودارتني بحال اختها وانا فرحانه. داز العرس. درنا العرس، درنا داكشي كامل اللي خصو يدار، فرحنا بخويا. مشى سافر هو وعروسته، مشاو دوزو الشهر العسل ديالهم، دوزو واحد 15 يوم ديال شهر العسل. ديما انا معاهم في التليفون، ديما كنهضروا، ديما دوز ليهم ماما نهضروا نضحكوا بحال الخوت. الخواتات اللي كيهضروا مع بعضياتهم كل نهار ابل فيديو تهضر معاها، حنا هنا حنا درنا حنا. المهم هادشي كله كان مزيان وغادي بخير وعلى خير. صافي بحكم انا راني خدامه كنمشي للخدمه ديالي. ملي رجع خويا، رجع حتى هو يرجع للخدمه ديالو. صافي كنعيط لعروستو، واحد يومين ما كتجاوبنيش. عيطت ليه قلت ليه فلان مال فلانه، ياك لاباس راه كنصوني عليها ما كتجاوبنيش. قال لي لا ما مالها والو، راه هي بخير، راه هي في الدار. ايوا صافي. ملي قال لي بحال هكا قلت له صافي. فقت الصباح بدلت حوايجي، قلت اش غادي ندير بلا ما نفطر انا في الدار، انا نهبط عندها لان هي ما بعيداش علينا، قريبه لينا. قلت انا نفطر عندها، نفطر معاها، عاد انا نمشي للخدمه. داكشي اللي درت، لبست حوايجي هبطت لعندها. بديت كندق 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 والو، ما كيجاوبني حتى شي حد. كنصوني كنصوني والو، ما كي حتى واحد ما كيجاوبني. وانا نصوني لخويا. بعدا درت الساروت في القفل، لقيت القفل مبدل الساروت، لقيت خويا بدل القفل، ما بقاش داك القفل اللي كان ديال الساروت. ملي دقيت وما جاوباتنيش قلت راه اجي رانا عندي الساروت. ملي درت الساروت لقيت القفل مبدل، ما تحلش ليا. هي فاش هزيت التليفون عيطت لخويا، قلت ليه الو فلان، كي داير لاباس؟ قال لي بخير. قلت ليه راني كنعيط على فلانه راه ما كتجاوبنيش، واش كاينه في الدار؟ كاينه في الدار. كيجاوبني خويا بواحد الاسلوب قاصح. قلت ليه وراه كنصوني عليه راه ما كتجاوبنيش ناعسه، اش بغيتيها؟ قلت ليه والو، شفتها غبرات عليا قلت نسول عليها. ملي صونيت عليها وما جاوباتش قلت انا نمشي نطلع عليها، انا راني حدا الدار راني هبط. ناعسه واش غتصدعيها؟ سيري في حالك، اش غديري بها؟ بعدي منها. عرفتي راه خرج فيا خويا طول وعرض، وانا عمرني ما سمعت خويا يهضر معايا بداك الاسلوب ولا يهضر معايا بديك التصرفات كاع. نهائيا عمرني ما عقلت عليه يقصح معايا الهضره. حيت ملي عيطت ليه قلت ليه مرتك واش كاينه في الدار؟ قال لي اي ناعسه في دارها، اش بغيتيها؟ ولا باغا تقلبي على الصداع؟ اش بغيتيها ناعسه في دارها؟ جاتني غريبه هذيك الكلمه، قلت ليه لا راني غير بغيت نسول عليها. هو يقطع عليا التليفون. وعرفتي راه ما حسيتش. حسيت واحد التبوريشه طلعت ليا من رجلي حتى راسي. بقى فيا الحال لان ما درت حتى شي حاجه علاش خويا تصرف معايا. مشيت للخدمه وانا مصدومه، خويا علاش تصرف معايا ديك التصرف بحال هكاك وانا ما درت ليه حتى شي حاجه. انا ما عمرني ما هضرت عليه في ظهره ولا عمرني هضرت مع مرته
ولا عمرني قلت شي حاجة اللي غادي جيت كنفكر واش قلت فيهم شي حاجة، واش دويت مع شي حد عليهم واش شي حاجة، وأنا ما عمرها ما كانت ليا أنني نهضر فيهم. لدابا أنا ما لقيتش جواب لهاد السؤال اللي أنا طرحته، ولا لهاد الشي اللي وقع ليا مع خويا، ولا حتى مرت خويا ما قالت حتى شي حاجة، ما دوات ما تكلمات، ما بقات جات عنا للدار، ما بقات قالت لينا حتى شي حاجة. خويا من نهار تزوج قلب عليا وجهه، قلب علينا بالحق كاملين، ما بقاش كيطوف جهتنا وحتى هي قلبات. كل نهار كنطرح هاد السؤال، تنقول مالهم، اشنو وقع عليهم، اشنو اللي خلى خويا بدل القفال ومرتو قلبات علينا بحال هكاك، وفي نفس الوقت حتى هو قلب علينا وخرج فيا طول وعرض، وانا ما درت ليه حتى شي حاجه وبقى فيا الحال، لان ما عمرها ما كانت عندي في نيتي انني نخيب معاها ولا انني ندير ليها شي حاجه اللي تقلقها. هذه هي قصة ديال الأخت اللي كتقول خويا من نهار تزوج قلب وجهه، ما عرفاش اشنو السبب اللي غيخلي خوها انه يقلب لوجهه، لان من مورا ما رجعت العروسة من شهر العسل صافي قلبات عليهم. من حقهم انه يبدلوا الساروت ديال الدار، من حقهم ماشي مشكل هذاك، ولكن اشنو طرا الله اعلم. يمكن العروسة ما كانت عندها حتى علاقة بهم، غير كانت دارت ديك العلاقة وديك الصحبة وهكاك غير تتقاد الأمور ديالها، لأن هي ما كانش على ما قالت مولات القصة، ما عندهاش اختها وكانت محتاجة اللي غادي يوقف معاها، تقادت أمورها، تصلحات كلشي وكملت داكشي اللي بغات وقلبت الصفحة. لأن بحال هاد النوع وما أكثرهم موجودين فين ما مشيتي، كيبغيو مصلحتهم، نهار كيقضيو غرضهم صافي كيقلبوا عليك. انت كتمشي مع بنادم بنيتك، ولكن هو ما كيمشيش معاك بنيته. انا كنقول لهاد البنت جلسوا معاهم، ديروا شي وقيات وجلسوا معاهم وشوفوا اشنا هو السبب اللي خلاهم انهم يديروا هكا. وفي نفس الوقت التقار راه زوين، يشدوا تقارهم، وحتى عائلة الراجل حتى هما يشدوا تقارهم، وكل واحد الله يعاونو. نتمنى انكم تفاعلوا معنا وتقولنا الاراء ديالكم في هاد القصة، وتقولوا لهاد الاخت باش حسيتوا في هاد القصة اللي قالت على خوها، حيت كتقول تصدمت. ما تنساوناش كيف ديما في الآراء ديالكم وفي التعليق ديالكم وفي البارطاج ديالكم بطبيعة الحال، وقول لنا الرأي ديالكم في هذه القصة، وباش غادي تنصحوا هاد البنت انها كيف قال تبقى فيها الحال داكشي اللي دار خوها، والله يصلح القلوب يا ربي. وخليتكم في امان الله وحفظه الى القصة قادمة ان شاء الله، وحكاية اخرى ان شاء الله يا ربي. وما تنساونيش في الدعم